يلاحظ البعض أن هناك أسر تكبر وإن كانت صغيرة بعدد أفرادها، لكن يلقى هذه الأسرة كبيرة بعطائها، بتماسكها، بحبها، بتفانيهم مع بعضهم بعض. أسرة فقيرة ولكن متماسكين، أسرة بسيطة ولكن متحابين، أسرة بسيطة ولكن تلقاهم حتى في تربيتهم لأبنائهم وأبناء أخوانهم وأبناء بناتهم مترابطين. يعني ابن الأخت ابنك ابن صاحب الأسرة، يعني الأم والخال، ما في فرق بينهم. أبناء الأخو، أبناء الأخت، هذه الأسرة الجميلة في أبو فوق وفي أم، لكن هذه الأسرة على صغرها وعلى حجمها ولكن فيها حب، فيها تماسك. متى تنهار الأسرة؟ تنهار الأسرة لما يكون فيها فرد، وخصوصا لما يكون القائم عليها ولا رب الأسرة ولا كبير الأسرة عنده الأنانية، ويتربون الإخوان كلهم على الأنانية، كل واحد فيهم حب الذات، حب النفس، فيفكر بنفسه، ما يفكر اليوم أنا في عائلة ممتدة، عندي أبناء أخو أبناء أخت، أنا عندي إخوان، عندي خوات. لما الأم تكون ملتهية عن كل أبنائها، لما تفرق بين أبنائها، لما تفرق بين بناتها، لما تشوف فلان تميز فلان عن فلان، لما تشوف فلان مكسور ما توقف معاه، لما تشوف فلانة عندها مشكلة نفسية ما توقف معاها، لما تشوف فلان والله من العائلة من أبنائها وضعه متحسن أو جيد ما توقف معاه ولا تشجعه، بالعكس تكسر مجاديفه. احنا نقول هذه الأنانية، هذه تحطم الأسرة، هذه تدمر الأسرة، هذه تشوف الأسرة هذه تنهار. نعم تنهار الأسرة مهما كانت كبيرة، مهما كانت هذه الأسرة يعني لها وضع، حتى وإن كانت غنية الأسرة، حتى وإن كانت الأسرة هذه يعني عائلة كبيرة واسم، ولكن الأسرة من داخل متفككة، حتى وإن تزاوروا، حتى وإن جلسوا مع بعضهم بعض كل أسبوع، ولكن القلوب متشتتة، القلوب في واد وهم في واد، لأن ما تربوا على الحب، ما تربوا على الصدق، ما يعرفون معنى التفاني، الإخلاص، العطاء معنى أن هذا أخ يعني جزء مني، هذه أخت جزء مني. الأخت تربت أن تحترم الأخ، ما تمشي على كيفها. الأخ يعني نعم هو مستقل بذاته، لكن عنده يشور أخوه الكبير، يشور أخوه الصغير، يتكلم، يتباصر معاه. الخوات أي سلوك يسوونه يسألون الإخوان ترى أنا أحطكم في الصورة، أنا في المكان الفلاني، أنا مسافر البلد الفلاني، أنا رايح المكان الفلاني. ابن الأخ ابن الأخت، لما كل واحد يكون على كيفه، هذه أنانية، هذه الأنانية تدمر الأسر أيا كانت هذه الأسرة. لكن لما يكون هناك حب وفي احترام وفي قانون لهذه العائلة، لن تنهار أبدا. لن تنهار عائلة فيها قانون يحكم، لن تنهار عائلة فيها حب، لن تنهار عائلة فيها يعني تفاني، إنسان يعني يفدي الثاني، إنسان يقف إلى جوار الثاني. ولكن كارثة كبرى لما أسرة تدعي الحب وتنهار من الداخل لأنها فيها أنانية وفيها نرجسية. خذوها قاعدة، الأسر لا تنهار إلا بالأنانية وبحب الذات.